وصلنا هنا في أرض دبي المدينة العظيمة لبداية حملة احنا اطلقنا عليها حملة علشانك يا مصر. انا رئيس مجلس امناء مؤسسة ولاد بلدنا، دي مؤسسة غير هادفة للربح بتقوم على فكرة الترويج لمصر في خارج مصر، وبتستغل كل الامكانيات الثقافية والسياحية والتجارية والصناعية لمصر وايضا الفنية. يعني احنا هيكون ضمن الفعاليات الملتقى اللي احنا هنعمله خلال اليومين القادمين الفنان حكيم هيكون معنا، وهيكون في طبعا شركة مصر للطيران هتقدم برضو بعض العروض والتحفيز للمصريين والإخوة العرب ومواطني دولة الإمارات طبعا لزيارة مصر. فاحنا بنحاول ان احنا يعني نقوم بدور ترويج للسياحة المصرية وللصناعة المصرية، بحيث ان احنا نستعيد مرة اخرى يعني موقعنا السياحي الهام بعد طبعا فترة من الاضطرابات على مدى يمكن عامين. أنا بشعر بارتياح كبير جدا عندما يعني آتي إلى دولة الإمارات. دولة الإمارات دولة تعتبر نموذج سياسي واقتصادي واجتماعي. يا ريت الدول العربية كلها تكون في نفس هذا المستوى. أنا أعرف النظام السياسي جيدا هنا في دولة الإمارات، وأعرف قد إيه أن هناك نوع من التفاعل الكبير ما بين القيادة والشعب الإماراتي، وأيضا في عدالة اجتماعية يعني دقيقة جدا. أتمنى أيضا أنها تسود في معظم الأنظمة العربية. يسعدني ويشرفني استضافة الوفد المصري القادم مخصوص لحضور حفل افتتاح الجناح المصري. احنا الآن عاملين مؤتمر على هامش افتتاح الجناح المصري. المؤتمر الهدف منه انه هو تواجد حشد من النجوم والاعلاميين، وخاصة برجال السياحة ورجال التجارة ورجال الصناعة. وفي نفس التوقيت معنا الفنان حكيم. الفنان حكيم طبعا لما له من شهرة واسعة في العالم العربي والعالم العالمي. فطبعا احنا يعني شرفنا نكون موجود معانا في حفلة بكرة ان شاء الله، في حفلة الافتتاح. الفكرة كلها جاءت لان احنا عاملين شيء جميل العام الماضي. الجناح المصري فاز باحسن جناح على مستوى 40 دوله بالقاره العالميه. كان طبعا شيء مشرف لمصر وشيء مشرف للمصريين الموجودين هنا. وصل المعلومات او وصل الموضوع كله للمسؤولين في مصر، حبوا ان هم يعملوا دعم مادي ودعم معنوي. الدعم المعنوي بوجودهم النهارده في المؤتمر، وان شاء الله بكره في حفل الافتتاح. والدعم المادي ان هم قاموا برعايه حفله حكيم او جزء من حفله حكيم، عشان طبعا اكون يعني بالظبط واضح في الموضوع. ولكن في النهايه يحسب لهم ويحسب لينا ان احنا بنحاول نعمل شيء جميل برضو لمصر. دور وزارة الآثار إن احنا بنحاول نعمق الإحساس بتراث مصر الثقافي المنقول والمعنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في دبي. وجئنا هنا لنبدأ العمل معا علشان نزود الوعي الثقافي في المنطقة هنا، ونعيد العلاقات الثقافية إلى ما كانت عليه منذ القدم بين مصر ودبي على وجه الخصوص. اللي بيقرأ تاريخ وعارف تاريخ يعرف إن أي فترة انتقالية في أي شعب في حكم أي شعب من الشعوب هي دائما وأبدا هكذا. هي المشكلة في مصر إن احنا لا نحتمل زيادة الفترة أكتر من كده. لابد أن تعود الأوضاع وخاصة الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه، تبدأ تستقر الأوضاع حتى يمكن على طول أو على الفور إن الشعب المصري يفوق ويبدأ يعمل من جديد علشان ندفع عجلة الاقتصاد اللي هي مهمة في الوقت الحالي، بصرف النظر عن الحراك السياسي اللي موجود في مصر. لكن ده لا يجب أن يثنينا عن إن احنا يكون التوجه العام بتاعنا هو الملف الاقتصادي، ومن أهم مقومات الملف الاقتصادي هو الملف السياحي. هو المؤتمر الصحفي ده النهارده علشان في ايفنت عاملينه. الايفنت ده مركب من كذا فعاليه. احنا جايين دبي على اساس ان احنا نبتدي ترويج سياحي، يعني ندفع حركه الترويج السياحي من دبي. عاملين المؤتمر الصحفي في ورشه عمل هتضم هيئه تنشيط السياحه مع مصر الطيران ووكالات السفر والسياحه اللي في دبي، بحيث ان احنا نعمل برامج مميزه للسائح الخليجي علشان نشجعهم يجوا مصر. وبالفعل احنا عملنا برنامج كويس جدا، شق فيه عائلي
بحيث انه يبقى في تذكره موحده للعائله باسعار ارخص كتير جدا من انه لو اشترى التذكره لكل فرد من افراد الاسره. أعتقد إن شاء الله دي هتكون بادرة لسلسلة من التحركات بتدعمنا فيها وزارة السياحة، وزارة الآثار، وزارة الإعلام، طبعا المؤسسات الوطنية زي مصر للطيران، رجال أعمال كتير من اللي موجودين في العواصم. النهاردة احنا موجودين في دبي، هنفتتح الجناح المصري اللي هنا في القرية العالمية. الفنان حكيم هيغني بكرة إن شاء الله في هذه الحفلة، وأعتقد أنها هتحظى بتواجد كبير جدا من الجاليات، مش بس المصريين الموجودين بل ومن كل الجنسيات اللي ممكن تحب أنها تتفرج على حفل يعني جميل زي ده. مصر تقدر تلملم أحزانها، وتقدر أنها في فترة قريبة جدا لو صلحت النوايا أن احنا نقدر نقوم تاني كمجتمع اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا. وده اللي أنا طالبه من وسائل الإعلام الحقيقة، أنها تعرض صورة متوازنة، الحدث في حجمه بدون مبالغة، وفي نفس الوقت في إيجابيات تانية كتير موجودة، والصورة لسه مشرقة ولسه فيها مهما كان في ملاحظات لسه في أمن وأمان. والدليل أن السياحة انخفضت ولكنها لم تصل إلى نقطة الصفر. الحجوزات قلت في الموسم الشتوي ولكنها لم تصل لنقطة الصفر. بعض الطمأنة وبعض اللقاء الإعلامي المتوازن ممكن يعيد للسياحة المصرية رونقها مرة أخرى.